تخيل تبني قلعة بالقرون الوسطى وتفاصيلها تطلع كأنها لعبة تانية خالص. الفرق كله في 3 لصوص باكات هما اللي نقلوا عالم المستوى ده. لو عايز تحول عالم ماينكرافت بتاعك من مجرد مكعبات لشكل سينمائي أسطوري، ركز معايا في اللي جاي. أول مود معانا وهو أنيكسلي باك. المود ده بيغير شكل اللعبة تماما، مش بس بيعدل على البلوكات، ده كمان بيخلي الانفنتوري والتحكم باللون الاسود الرهيب اللي بيدي طابع فخم جدا لعالم الهاردكور. وبصراحة غير شكل التجربة عندي 180 درجة. تاني مود معانا وهو بيتر كلاودز. زي ما عودتكم السماء اهم حاجة. الباك ده بيغير شكل السحاب تماما وبيخليه واقعي وناعم ويدي لمسة خيالية لعالمك، خصوصا لو بتصور سينماتيك للبناء. تالت مود معانا هو ده احلى مود بالنسبة لي، والصراحة اسمه طويل جدا. المهم خلينا في المود ده. شبه انيكسلي شوية، بس الصراحة بيدي طابع عصور وسطى بجد، وبيحسن التفاصيل المحيطة عشان تحس ان عالمك عايش ومختلف عن اي عالم ماينكرافت عادي شفته قبل كده. نقطة إضافية للناس اللي بتدور على التميز، الميزة الحقيقية في التشكيلة دي مش إنها مجرد لصوص باكات عادية، دي بتلعب على الإضاءة والظلال عشان تبرز تفاصيل العمارة الميديفل اللي ببنيها في السلسلة. فلو مهتم بالتصوير السينمائي لمشاريعك الكبيرة، المودات دي هتخلي كل لقطة بتصورها للقلعة كأنها لوحة فنية. المودات دي هي اللي خلت عالمي يتحول لتحفة فنية حقيقية، وهي اللي بعتمد عليها في كل سلاسل الهاردكور اللي انا بعملها. لو حابب تشوف ازاي قدرت ادمج التفاصيل دي في عالمي وتشوف النتائج اللي وصلت ليها، هتلاقي في القناة فيديوهات تانية كتير لسلسلة الهاردكور، ممكن تاخد جولة فيها وتشوف بنفسك الابداع اللي انا بعمله. قولولي في التعليقات ايه اكتر واحد عجبكم من ال3، ولو عندكم اقتراحات تانية لفيديوهات تانية انا مستني رأيكم. ما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم، واشوفكم في بناء جديد وسلسلة هاردكور قوية. والسلام عليكم.